لكل طلاب الثانويه العامه اللي نتيجته حلوه الف الف مبروك، وان شاء الله يجي لك الكليه اللي انت عايزها. اما بقى اللي نتيجته مش عاجباه ولا يهم. عارف كم حد نجح في حياته وما كانش شاطر في المدرسه ولا حتى كان شاطر في اول حياته العمليه؟ طب خد عندك والت ديزني، عارفه بتاع ميكي ماوس وبطوط والشله دي، اترفد من شغله، وواحد من اكبر مشاريعه فشل علشان ما عرفش يديرها صح، ورفدوه من احد الصحف عشان ايه؟ قالك ما عندوش ابداع كافي. والت ديزني ها، وهو بقى والت ديزني اكتر واحد مبدع واكتر واحد رفه عن اجيال ورا اجيال. جي كي رولينج اللي كتبت سلسله هاري بوتر، الجزء الاول من هاري بوتر اترفض من 12 دار نشر، ما كانش عاجبه. وطبعا مش محتاجه احكي لكم عن نجاح هاري بوتر قد ايه، ده اتباع منها اكتر من 500 مليون نسخه حول العالم، وكمان اتعمل فيلم ونجح نجاح صح. جاك ما صاحب شركه علي بابا فشل مرتين في امتحان قبول الجامعه، قدم في وظايف كتير وما اتقبلش، اتقدم لامتحان شرطه واترفض، وفضل كده يفشل وينجح لحد ما استلف وراح فاتح علي بابا اللي بتوصل ارباحها دلوقتي لاكتر من تريليون دولار. توماس اديسون اللي بيسموه صاحب الالف اختراع، من اختراعاته الميكروفون والمصباح وغيرها، وهو صغير اتعلم في مدارس حكومه 3 شهور بس علشان نظره المدرسين ليه انه تلميذ غبي، وقبل ما ينجح في اختراع المصباح الكهربائي فشل مليون مره وما يقسش، فضل يجرب لحد ما بقى توماس اديسون. من الاخر خليك عارف ان مهما كانت نتيجتك دي مش اخر الدنيا، بس شطارتك بقى ان انت تنجح في باقي حياتك، ما تقضيهاش فشل. لسه في جامعه وشغل ومهارات كتير قوي هتكتسبها، انجح فيها علشان يوم من الايام الناس تعمل فيديو زي ده وتتكلم على نجاحك.